النهارده طبعا انا نشرت فيديو اتكلم فيه عن الزيارات السريه السابقه واللي كانت لسه اول امبارح لعفن خال سيسينياهو. سيسينياهو طبعا بركبه بتخبط في بعضها، ما اكتفاش ان رئيس الشباك رئيس الموساد كل اخواله جم عشان يطمنوه، ما تخافش يا حبيبي، تخافش يا روحي، مش هيحصل فيك زي ما حصل في بشار، احنا في ظهرك. لكن طبعا هو قال لهم انا عايز خاله انا عايز خاله. المهم بعتوا له خاله، وخاله طبعا راح له في الزياره السريه اللي انا غطيتها في فيديو النهارده. لكن انا ليه عملت فيديو تاني؟ لان اللي جنب بتوعه بمنتهى الحقاره ومبدا الاحبه لما تشكيها تلهيك وتدهيك واللي فيها تجيبه فيك. استعملت انا طبعا صوره من 2018 لزيارته السابقه، واتكلمت في الفيديو ان هو زار مصر في السابق لما كان بلحه وزير دفاع، وزار مصر تاني وما طلعش حد مسؤول في الدولة ينكر، ده طلع حاجة اسمها ايه، مصدر رفيع ينكر. خلاص يعني عشان محدش ايه حاسب حد. فطلعوا لجان، وطبعا المعرصين كالعادة ما يتكلموش في صلب الموضوع ويردوا على اللي انا بقوله. زار مصر في السابق في 17 و18 وفي 14 و15 و16 حسب الجرايد الغربية وجرايد الكيان نفسها، ولا لا؟ زار مصر اول امبارح ولا لا؟ سر. وكل دول كانوا سر، وبعد كده عرفنا من جرايد الكيان الكلام ده حصل ولا لا. فطلع قال لك ايه، انت اللي بتتكلمي في موضوع وبصي كده الخبر اللي انت نشراه 2018. بلاش تلعبوا ما انا معايا اللعبه دي. اي حاجه انا بنشرها، اي حاجه انا بتكلم فيها بمنتهى البساطه، اي حد بيسمعني ما يصدقنيش يروح على جوجل ويكتب اللي انا بقوله، ويكتب مفاد الخبر اللي انا بغطيه، هيعرف ساعتها انا بقول حقيقه ولا لا، بمنتهى البساطه. لكن ما تجيش انا بكلمك على مصيبه وفضيحه وقانون دولي مش بيتطبق. المفروض الراجل ده جدع ده اول ما كان يوصل على طول القاهره كان يتقبض عليه ويتشحن ويترحل على الجنائيه على طول، لان ده مجرم حرب. لكن طبعا مصر ما فيهاش قانون، مصر بتحكمها عصابه، الجيش المصري ميليشيا مسلحه للكيان. وطبعا هم وسيسينياهو ايد واحده لاباده الشعب الفلسطيني واباده الشعب المصري طبعا، وتقطيع مصر واعلانها دويلات. صح كده؟ ونسيت اقول لكم صدق خلاص على قانون اللجوء، يعني ألف ألف مبروم، ألف مبروم طبعا. والبفر زونز اللي عمال يزودها من كل اتجاه في الحدود الشرقية مع اخواله، علشان يطمن ويطمن اخواله ويطمن نفسه ان تمام الكيان تمام التمام واموره كلها طيبة، وانتوا خليكم نايمين.